مساء الفل. 3 حاجات حصلوا من امبارح النهارده: ماتش الاهلي وماتش الزمالك، وقبليها كان تعيين كابتن معتمد جمال. طيب نبدأ بالاهلي الاول، بعد كده نروح للزمالك. الاهلي امبارح ببساطة خالص الاهلي فلت من خسارة على ارضه من شباب بلوزداد. ليه؟ لان الكلمة المحترمة ممكن تتقال هي مش عارف ايه، بس هي يعني ايه: دلع من اللعيبة، استهتار من اللعيبة، مرقعة من اللعيبة الأهلي، وبالذات في التخليص قدام الجون. ليه؟ قفش مثلا يجيله الكرة قدام ال 18 ويوسع ويعزم ويجمع قوته كلها ويجي يشوطها الناحية دي، والجون الناحية دي يشوطها الناحية دي. حسين الشحات تقريبا كان متفرج على فيلم تقريبا لمارادونا أو حاجة، عايز يرقص أي حد. هو عايز يرقص الناس كلها ويحط الكرة، بيدخل بالكرة جوه الجون. فكذا مرة تجيله الكورة عايز في الست ياردة وعايز يرقص تاني ويقط تاني ويلم تاني، ومحدش هيسمح له بكده. يعني الفرقة بتلعب دفاع، فانت بتجيلك نص فرصة عايز تخلص بيها. فحسين الشحات امبارح كان متقمص دور مش دوره وعايز يلم الناس كلها. كهربا تيجي له كرة في الستة ياردة، ولا هو شايف الكرة فين ولا الجون فين ولا مين اللي قدامه، وبيحطها في نص جون في نص اللعيبة. طب ما تحطها في أي واحدة من الاتنين من الزاويتين. بيفكرش ولا بص ولا شاف ولا أي حاجة. فالأهلي الشوط التاني وقع، وقع جامد، لدرجة إن الشباب بلوزداد كان ممكن يخلص بكورتين تلاتة، جونين تلاتة، يخلص بيهم الماتش. بس ربنا استرها على الأهلي وطلع 1-1. كان قريب قوي 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 إن هو يخسر. ده ماتش الأهلي باختصار كده إيه شديد. نروح لكابتن معتمد جمال وتعيين كابتن معتمد جمال بعد آخر الموسم ده. هيعمل كذا حاجة. أول حاجة هيعمل استقرار فني جوه الفرقة، إن اللعيبة تبقى عارفة خلاص إن هو كابتن معتمد جمال المدير الفني لآخر الموسم. فهيبقى فيه التزام أكتر، اللعيبة مش هتفكر كل شوية هيمشي قاعد هيجيبوا مين مش هيجيبوا مين، الكلام ده كله والهري ده كله. فده استقرار فني موجود جوه الفرقة. تاني حاجة انت وفرت دولارات، اللي أي مدير فني انت هتجيبه هتديله دولارات، هتوفر الدولارات دي كلها. وفرها ودخلها في فك أزمة لشبونة بتاعت شيكابالا بتاعت الغرامة بتاعته، وهات بيها لعيبة. بدل ما تقعد تشتري في لعيبة أو تجيب مدير فني ومش عارف تجيب لعيبة أو تبقى الدنيا ملخبطة معاك، لأ فك القيد، هات لعيبة. تعال على آخر الموسم هات بقى المدرب مدير فني محترم بجهاز محترم كده تقيل يكمل. كابتن معتمد جمال ممكن يكمل، اه ممكن يكمل الموسم الجاي. هيكمل في حالة ايه؟ لو كسب كونفدرالية. لو كسب كونفدرالية كاس مصر مع الاهلي هو ماتش واحد، ممكن يكسبه ممكن يخسره، لكن ده مش مقياس ليه ان هو مدرب بتاع بطولات ممتدة وبطولات كبيرة، او بطولات بتقعد مدة. ده مش خسارة اللي يطلع يعني اللي يخسر يطلع والكلام ده كله، لا. بطولات اللي هي مجمعة، اللي هي زي مثلا بطولة الدوري، بطولة أفريقيا، كونفدرالية، الكلام ده كله. فالحالة الوحيدة اللي ممكن يقعد فيها لو كسب دوري أو كسب كونفدرالية. وده بالمنظر ده مش مضمون يعني ممكن يعمل مفاجأة ويكسب كونفدرالية، يكسب دوري، بس صعب يعني صعب قوي يعني باللعيبة اللي معاه، صعب. ده كده موضوع كابتن معتمد جمال. تالت حاجة ماتش النهاردة بتاع الزمالك كده كسبان 3 ماتشات، 9 بونت، أول مجموعة، ما حصلتش في 2019. الزمالك كده حلو. هقول لك هو حاجة حلوة وحاجة وحشة. ازاي؟ حاجة حلوة إن إحنا بنكسب مكسب ورا مكسب ورا مكسب، حاجة حلوة. بتكسب كونفدرالية 3 مكاسب ورا بعض، حاجة حلوة. طب أنت كده مستواك حلو؟ لأ. ليه يا عم؟ ده ما لعبتش فرقة مستواها متوسط لحد دلوقتي. كل اللي أنت بتلعبهم لأ، يعني فرق غير موجودة على الخريطة الرياضية الأفريقية خالص. سواء سرجادة بقى، بوسليم ومسليم، الحاجات دي كلها مش موجودة أساسا. فأنت الفرق دي كلها وماتشاتها لا تعبر عن مستواك الحقيقي. مستواك الحقيقي يتحدد إمتى؟ ماتشات أهلي كذا ماتش صعب ورا بعض، مش مثلا تكسب فيوتشر وتريح بعد كده ماتشات هبلة، لا. كذا ماتشين تلاتة أربعة ورا بعض تقال 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 تقال، تشوف هتجيب منهم كام نقطة. ده مستواك. لكن تقيس مستواك على الكونفدرالية بالمستوى اللي لحد دلوقتي ده، لا. هتقيس مستواك على فرق الدوري اللي انت عملتها مثلا ضعيفة او الكلام ده كله، لا. هي على 3 4 ماتشات تقال ورا بعض هيحددوا مستواك ويحددوا مستوى الكابتن معتمد جمال واللعيبة اللي احنا عارفين كده كده ايه مستواها. طيب لو كابتن معتمد جمال عمل مفاجأة 3 4 ماتشات كبيرة ورا بعض وداس وكمل، يبقى يستحق الدعم. يستحق انت تدعمه بلعيبة تقيلة في يناير. لو مشيت معاه أكتر وخد بطولات يستحق الدعم أكتر الموسم الجاي بلعيبة أكتر، وعقد بقى سنة سنة ونص سنتين ويكمل. أضعف الإيمان لو أنت هتجيب مدير فني أجنبي، يبقى خلي كابتن معتمد جمال مدرب مساعد ليه، وهو يبقى في مدير فني أجنبي. ده باختصار كل اللي حصل كده إيه
امبارح والنهارده. شكرًا.